أماكن صد رد في السخنة لذيذة جدا وأسعارها حلوة قوي، ممكن تروحوها يوم في السريع كده وترجعوا على القاهرة تاني. أنا ميار وبحب جدا التصوير والسفر واكتشاف أماكن جديدة ومستخبية. تعالوا أوريكم أكتر مكانين عجبوني جدا في السخنة وأقولكم على أسعارهم وإزاي ممكن تحجزوهم كمان. أول مكان هو فينز كايت سيرفينج، بجد ده من أحلى البيتشز اللي في السخنة عشان هم مظبطين البيتش إن هو يكون كله ساندي عشان الكايت سيرفرز. المكان أكله تحفة بجد، انا اكلت في اماكن كتيرة جدا في السخنة بس فعلا المكان ده الاكل بتاعه لذيذ جدا. عندهم ريستورانت حلوة قوي على البحر على طول، بيقدم كل انواع الاكل والمنيو بتاعتهم كبيرة جدا. فينز في حاجة ما شفتهاش في اي مكان قبل كده وهو الترانسبيرنت بول بتاعهم، وكمان عندهم ألعاب ممكن تلعبوها في البيتش بار بتاعهم زي البينج بونج وألعاب كتيرة أي ممكن تنفع للأطفال. وكمان لأي حد نفسه يعمل كايت سيرفينج ومستبعد إن هو يروح لحد الجونة أو في سينا، هتبقى سهلة قوي إن انتوا تعلموا كايت سيرفينج لأنه هو بالظبط ساعة ونص من القاهرة. وتقدروا تستخدموا التشينجينج رومز بتاعتهم واللوكرز. رسوم الدخول لفينز 600 جنيه، ده من غير الاكل بس دخول المكان وان انتوا تقعدوا على البيتش تستخدموا اللوكرز والشاورز بتاعتهم. تاني مكان البيتش بار بتاع جابيز، وجابيز مطعم معروف جدا وموجود في اماكن كتيرة قوي في القاهرة بس فتح بيتش بار تابع لقرية جبال. احلى حاجة في المكان ده ان هو في اول السخنة، ففعلا ساعة وربع بالظبط من القاهرة. تقدروا تدخلوه ب 500 جنيه ودي زي ما قلت برضو مش شاملة الاكل، والاكل بتاعهم ظريف، هم معروفين بالفطاير فانا طلبت فطيره. وبعديها طبعا كالعاده كل اللي عارفني يعرف انا بحب قد ايه اقعد اجمع سيشلز، فقعدت اجمع في سيشلز. المكان برضو لذيذ قوي بس مساحته مش كبيره قوي زي فينز، وفي بول لذيذ بس للاسف اللي بيكونوا داخلين دايوز ملهمش ان هم يستخدموا البول. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب عشان ما يفوتكوش الادفنتشر اللي جايه.